اهلا بيكم، سلام عليكم. في ظل العالم السريع اللي بنمر بيه احيانا بنعتمد على الاكلات المصنعه والوجبات السريعه. ده مش بيكون كافي للحصول على العناصر الغذائيه والفيتامينات اللي المفروض الجسم بيحصل عليها للقيام بوظائفه الحيويه. لذلك من هنا بتاتي دور المكملات الغذائيه. يعني ايه مكمل غذائي؟ مكمل غذائي يعني بيكمل احتياج الجسم من العناصر والفيتامينات اللازمه للحصول عليها. مش معنى ان مكمل غذائي بيحتوي على فيتامينات وعناصر ان انا استغنى ان يكون موجود في النظام الغذائي بتاعي عناصر وفيتامينات لازمه للجسم. لذلك احرص دايما على نظام غذائي بيحتوي على عناصر وفيتامينات ومعادن لازمه لامداد الجسم بالطاقه والقيام بوظائفه الحيويه. احساسك بالخمول وعدم التركيز، قله في النشاط والحيويه، ضعف في الجهاز المناعي اللي سبب العدوى البكتيريه لاقل الاسباب، دور برد وانفلونزا بيستمر معاك لفتره كبيره، عدم التعافي بشكل اسرع، مشاكل في البشره عامه من ظهور تجاعيد وتقدم في السن وهالات سوداء تحت العين وظهور حب الشباب ومشاكل اخرى كتير. ده كله احيانا بيكون متعلق بنقص فيتامينات وعناصر غذائيه المفروض الجسم بيحصل عليها. لذلك بتاتي المشاكل الكتير اللي احنا ذكرناها مع بعض. من منطلق المكملات الغذائيه، الشركات بتتنافس على توفير منتج يحتوي على كميه كبيره من العناصر الغذائيه والفيتامينات والمعادن المفروض تمد الجسم بالطاقه والنشاط والقيام بوظائفه الحيويه. شركه ايفا فارما من الشركات المصريه القويه جدا موجوده في السوق وليها منتجات كتير جدا. منزله منتجات ليميتلس، بصراحه ده منتجات قويه جدا، حتى اللي استخدموها شكروا فيها، يعني لها مراجعات كويسه والفيدباك عنها كويس، يعني اللي استخدمها شكر فيها. ليميتلس المان ماكس وليميتلس الوومن ماكس، ده اللي هنتكلم عليه ازاي هتستخدمه. ليميتلس المان ماكس بيحتوي على 27 نوع من العناصر والفيتامينات الغذائيه، والوومن بيحتوي على 26 نوع من العناصر الغذائيه والفيتامينات. هما الاثنين بنفس الكفاءه، ولكن الفرق ما بينهم بسيط. المان ماكس بيحتوي على اللايكوبين، الوومن مش بيحتوي على اللايكوبين. اللايكوبين ده من العناصر الغذائيه المهمه جدا اللي بيقي من سرطان البروستاتا والرئه، لذلك موجود في المان مش موجود في الوومن. بصراحه كميه العناصر الغذائيه الموجوده فيها بصراحه كميه كبيره ونسبها كويسه محترمه، تقدر تعتمد عليها كمكمل غذائي. قرص واحد بعد الفطار هيكون كافي لامداد الجسم بالطاقه والعناصر الغذائيه. خلي بالك ان ده مكمل، لازم نظامك الغذائي يحتوي على عناصر وفيتامينات غذائيه، يعني مش تعتمد فقط على المكمل وتهمل نظامك الغذائي. ازاي بناخد المكمل الغذائي؟ قرص واحد فقط بعد الفطار، قرص واحد فقط بعد الفطار. لو في دور تعب، اعياء، مشاكل صحيه، ممكن تاخد قرصين بعد الفطار لمده شهر وبعد كده ترجع على قرص واحد فقط. اكتر من كده ممكن تراجع الطبيب المعالج، لان هو طبعا مشخص حالتك وادرى بحالتك الصحيه. كده نكون عرفنا ازاي بناخد مكمل الليميتلس المان والوومن، قرص واحد فقط بعد الفطار. اتمنى ان اكون فدتكم، والسلام عليكم.